السلام عليكم. في الفيديو ده هناخد بارازيت مهم في عائلة البروتوزوا ألا وهو الأكانسيميبا، وده بيسبب مرض مهم ألا وهو الأكانسيميبا كيراتيتس، وده بيسبب مشاكل في العين والمخ، ولكن هنهتم أكتر بمشاكل اللي بيسببها في العين. في البداية الأكانسي أميبا، وده بنقول عليه الفري ليفنج أميبا. ليه؟ لأن هو بيعيش في التربة، بيعيش في الهواء، بيعيش في المية. هو بيقدر أصلا إن هو يتكاثر خارج جسم الإنسان بشكل طبيعي عادي، ولكن بيعيش جسم الإنسان لما جسم الإنسان ده برضه يكون مناعته ضعيفة خالص، فهو ممكن يروح المخ. ولكن بيروح المخ لو كان في ألسر عندنا في منطقة في الجسم، فهو بيجي يدخل في الألسر دي. بالإضافة كمان إن البيشنت ده عنده المناعة ضعيفة خالص، فهو يجي يدخل في البين ويسبب حاجة اسمها جرانيولوماتوس أميبيك انكفالايتس. أما المشاكل اللي بيسببها في العين، فهو التروفوزويد هو اللي بيسببها، وبيسبب مشاكل ممكن تصل إلى العميان، لأن هو بيأثر على كل طبقات العين لو المناعة بتاعة الإنسان ده ضعفت خالص. طيب هو بيتكون من اتنين على صورتين، هو في السيست وفي التروفوزويد اللي بيكونوا خارج جسم الإنسان، والاتنين يقدروا يصيبوا الإنسان. يعني الاتنين انفكتيف ستيج، يقدر أصاب بالسيست أو أقدر أصاب بالتروفوزويد. ولكن التروفوزويد عشان يحمي نفسه من الوسط الخارجي بيجي يكون السيست. اما التروفوزويد ده هو بيعمل ايه بالظبط؟ فهو بنقول عليه الباثوجينيك ستيج. يعني ايه الباثوجينيك ستيج؟ يعني هو اللي بيسبب الديزيز، يعني هو لما بيدخل العين او بيكون موجود في البرين هو اللي بيسبب المشاكل. وكمان برضو هو بيجي من خلال ايه؟ طيب بيجي من خلال الكونتامينيتد ووتر. يعني كونتامينيتد ووتر فيها سيست وتروفوزويد، وانسان داخل بيعوم وكمان مش حاطط حاجه على عينه، فنزل في الميه فدخلت في عينه. بالاضافه كمان ان المناعه دي بتاعت الانسان ده ضعيفه. بالاضافه كده كمان لو في كورنيال تروما، نحن زي ما اتفقنا ان هي موجوده في الهواء، فممكن تدخل من خلال الفتحه دي بعدين وتسبب مشاكل. وايضا برضو لو احنا كنا بنلبس contaminated lens، يعني العدسات اللي بنحطها على عيننا دي وكانت contaminated بيها. او الكونتامينيتد ليه؟ طيب لان ممكن احنا لبسناها كذا مره انتهت صلاحيتها، وكمان بالاضافه كده مش بنستخدم المحلول بتاع التنظيف بتاعها بشكل صحيح. اما عن الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر، فالباثوجينيسيس بيحصل فيها هو البروجريسيف ألسراتيف كيراتيتس. طيب ده اللي بيحصل بسبب ان التروفوزويد بتكون موجودة في العين وفي منطقة الكيراتيتس، وبتأثر على الإبيثيليوم بتاع طبقات العين ده، فشغالة تسبب فيها مشاكل. فلما بيسبب فيها مشاكل فيجي بقى ايه؟ يحس المناعة بيها. المناعة بقى بتتلم عليها، وبالأخص نيوتروفيل، عشان تفرز عليها كل السموم بتاعتها عشان تتخلص من التروفوسويد ده. وده ممكن يؤدي بعدين لعتمة في العين كده، يحصل فيه بياض في العين في المنطقة دي، والإنسان كده يؤدي إن هو ما يشوفش. وكمان بسبب الموضوع ده بنلاقي ان الانسان عنده سيفير بين، وكمان بيأثر على الرؤية. بالاضافة لكده كمان ممكن يعمل برفوريشن، لان لو المناعة بتاعت الانسان ده كانت ضعيفة خالص فهي ممكن توصل لطبقات تانية في العين. بالاضافة كده كمان هي ممكن تؤدي لفقدان العين لو كان الواحد ده عنده مثلا الايدز، فالايدز ده بيخلي مناعة البيشنت ده ضعيفة خالص، فممكن يؤدي ان هو يفقد عينه. أما عن التشخيص، فالتشخيص بيكون من خلال الكورنر سكرابينج. طيب هنا أنا لازم أعمل التشخيص مبكر، لازم على الأقل 3 أسابيع إن أنا أعمل التشخيص بتاع عشان أتأكد وأعالج البيشنت ده. لأن أنا لو اتأخرت عنه عن كده، ده اللي طبعا التلفزيات هتسبب مشاكل وممكن تؤدي في الآخر للعمى لو البيشنت ده مناعته كانت واقعة. فأنا بعد ما باخد الكورنر سكرابينج ده اللي هو جزء بسيط كده من الكورنيا، باجي أزرعها على ال NNA culture اللي هي عبارة عن النون نيوترنت أجار، وده بيكون فيه البكتيريا اللي بتغذى عليها التروفوزيت عشان تنمو وتتحول إلى كل من السيست والتروفوزيت. التروفوزيت بيكون فيها السودوبوديا اللي باستعداد إن هي تتحرك في الكالتشر. طيب هنا أنا عايز بعالج من خلال الكاتيونيك أنتيسبتيك، واللي هو الكاتيونيك انتيسبتيك ده القطره اللي بحطها في العين اللي بتتغير من وسط البي اتش، عشان الوسط البي اتش لما بغيره مش بيخلي كل من السيست ولا التريبوزيت تقدر تكون موجوده في العين فبتموت. زي مثلا القطرات دي زي الكلوهكسيدين جلوكونيت او بوليهكساميثايلين بايجوانايد. وبالاضافه لكده كمان في قطرات تانية زي البروباميدين ايزوسيانايد او النيومايسين.
اما على البريفنشن، فالبريفنشن بيكون من خلال ان استخدم العدسات بتاعتي تكون معقمة جيدا، ان هي ليها طبعا ليها تعقيم خاص بيها بيجي مع اللينس ده، ولو خلص انا بجيب تعقيم تاني بشتريه كده وبحطه فيه، ولازم اعرف الطريقة بتاعة التعقيم عشان احافظ على العدسات، وكمان لما تنتهي الصلاحية بتاعتها خلاص ارميها. بالاضافه لكده كمان ان انا ما اعملش الصنايل بتاع اللي انا بحافظ بيه وبتخلص منه اللي هو الانتيسبتيك بتاع اللينس ده اللي انا بتخلص بيه وبنضف بيه، ما اعملوش في البيت. من الافضل ان انا اشتريه، ده هيكون احسن، لان في البيت ممكن وارد جدا ان هو يحصل كونتامينيشن. بالاضافه كده كمان ان انا اتجنب ان انا ارتدي اللينس دي اثناء وانا بعوم. طيب ليه؟ لان انا وبعوم اللينس دي عادي جدا ان هي تلم حواليها كل من التروفوزويد او السيست بتاعه الاكانسي بيبا ويحصل الديزيز ده. اضافه كده كمان ان انا اتجنب ان انا اروح لاي كونتامينيتد ووتر، او ان انا اروح اي كونتامينيتد ووتر كمان وانا اروح افتح عيني فيها، وده هيسبب مشاكل كبيره خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. داتا الفيديوهات هتلاقوها على قناة التليجرام. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد، والضغط على زر اللايك ومشاركة القناة على أوسع نطاق.